محمد مطيع يقود ثورة تطوير في الجودو المصري نحو العالمية. في الأول من نوفمبر من عام 2024 بدأ الاتحاد المصري للجودو بقيادة الأستاذ محمد مطيع مرحلة جديدة بعد تجاوز فترات صعبة مر بها الاتحاد، واضعا هدفا واضحا أمامه: إعادة الجودو المصري إلى مكانته الطبيعية على الساحة العالمية وتحقيق ميدالية أولمبية باسم مصر. خلال أشهر قليلة فقط نظم الاتحاد 8 بطولات جمهورية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ اللعبة، ما يعكس حالة النشاط والاهتمام الكبير بتوسيع قاعدة الممارسين ونشر اللعبة في مختلف المحافظات. هذه البطولات بدأت تؤتي ثمارها سريعا، حيث ارتفعت شعبية الجودو داخل مصر، وظهرت مواهب جديدة تبشر بمستقبل قوي للمنتخب الوطني في مختلف المراحل السنية. الاتحاد المصري للجودو يعمل بسياسة واضحة تقوم على الاستمرارية في إقامة البطولات بعد أن كانت تقام بشكل منقطع في السابق، مما خلق حالة من التنافس الحقيقي بين اللاعبين والمدربين، وساهم في رفع المستوى الفني للجميع. كما يضع الاتحاد ضمن أولوياته دعم اللاعبين الصغار باعتبارهم نواة المستقبل، إلى جانب الاهتمام الكبير بالعنصر النسائي الذي يمتلك فرصة قوية للمنافسة وتحقيق ميدالية أولمبية باسم مصر. محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو يؤكد دائما أن هدف الاتحاد هو خدمة الجميع والارتقاء بمكانة الجودو المصري عربيا وإفريقيا وعالميا من خلال العمل والتنظيم وتوفير الدعم الكامل لكل عناصر اللعبة.